إذن أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في بلاغ لها أن صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية قد تفضل بتعيين الفريق محمد البريد مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية خلفا للفريق الأول بالخير فاروق. وفي ميال نص البلاغ تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده القائد الأعلى لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية قد تفضل بتعيين الفريق محمد بريد مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية خلفا للفريق الأول بالخير الفاروق. وبهذه المناسبة وشح جلالته أعزه الله صدر الفريق الأول بالخير فاروق بالحمالة الكبرى لوسام العرش تقديرا لمساره المهني المتميز والخدمات الجليلة التي أسداها في خدمة الوطن والعرش. نتمنى التوفيق للسيد بريد في هذه المهمة. نشير أن الجنرال بريد من خيرة ضباط القيادة العليا للمسلحة الملكية، نتمنى له التوفيق والسداد. أن الفريق محمد بريد المفتش العام الجديد للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية من خيرة كفاءات القوات المسلحة الملكية، والذي شغل لسنوات منصب قائد المكتب الثالث بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وهو الجهاز المسؤول عن إدارة العمليات العسكرية إضافة إلى مهمات أخرى. نتمنى له التوفيق والسداد وليكون أهلا للطاقة الملكية التي وضعت في شخصه لشغل منصبين حساسين ومهمين بالقوات المسلحة الملكية.